عشية اليوم العالمي لنبذ العنف، ومع الدعوات المكثفة التي انطلقت من قبل البدون للتظاهر والاعتصام تزامنا مع هذا اليوم، أكد رئيس اللجنة التنسيقية لعديم الجنسية لافي القحطاني أن الاعتصام يهدف إلى إيصال مطالب البدون إلى المسؤولين وبشكل سلمي. يصادف 2 أكتوبر من كل عام اليوم العالمي للا عنف، فإحنا انتهزنا الفرصة هذه إن إحنا نحتفل باليوم العالمي هذا مثلنا مثل أي مواطنين في الدول الثانية اللي عندهم مطالب. ونفس السنة اللي فاتت إن شاء الله راح يكون اعتصامنا سلمي، لكن نتمنى أن الحكومة لا تستخدم اللي استخدمته بالسنة اللي فاتت. سيكون هناك في هذا اليوم منظمات دولية تعني بحقوق الإنسان ومنظمات وطنية محلية مثل جمعية حقوق الإنسان، وفي تجمعات كويتية وطنية وجمعيات كويتيين مواطنين راح يكونوا إن شاء الله موجودين معنا في هذا اليوم تضامنا معنا بالنقطة الأولى لأنهم متضامنين معنا. النقطة الثانية لرصد أي انتهاكات من القوات. دعوات أظهرت انقساما في صفوف غير محددي الجنسية بين مؤيد لهذه التظاهرات ورافض لها. اعتصام بس انه يكون سالم، عرفت؟ طالب بأبسط حق لنا، وهذا اعتقد اي شخص يسويه، يعني اذا كان عنده حقه ضايع ولا شيء. رانا نتطلب ابسط حق لنا كحق عام كغيرنا مثل كويتيين، وهذا احنا بدون كويتيين ونطالب بأبسط حقوقنا. والله احنا ضد المظاهرات وان شاء الله تحسن الامور. انا الفكره هذه جدا اشجعها، واي شيء فيه خير لنا انا ممكن اسويه واكون اول واحد يسويه. يوم يحتفي به العالم بنبذ العنف اختارته فئة غير محددي الجنسية للخروج والمطالبة بحقوقهم للتأكيد على سلمية اعتصامهم، آملين أن ينتهي اليوم دون عنف. أحمد الحسيني، قناة الصباح الإخبارية.